اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة هكلمكم عن مشروب قوي جدا ومن قوته بيسمى بالمشروب الذهبي. المشروب ده قادر على التخلص من جميع سموم الجسم، بيديلك نوم عميق وفي وقت قليل بتدخل في حالة نوم جيدة جدا. ده غير ان ليه تأثير قوي جدا على الذاكرة، بيرفع من قوة الذاكرة اكتر من 3 اضعاف. كمان بينعكس بشكل ممتاز وبيقوي من العظام ومن المفاصل وبيقلل من التهابهم. وما ننساش فوائده الرائعة سواء لصحة القلب والشرايين أو للأمعاء وتحسين الهضم بشكل ممتاز جدا. علشان تعرفوا المشروب وإزاي هنستخدمه خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. النهاردة هتكلم معاكم عن حليب الكركم، وحليب الكركم بيسمى باسم المشروب الذهبي. المكون الأساسي في حليب الكركم وهو الكركم، لكن الكركم فيه مادة فعالة قوية جدا وهي اللي هتديني كل الفوائد اللي اتكلمت عنها واسمها الكركمين. فأنا دلوقتي عايزة الجسم بتاعك يقدر يمتص الكركمين بشكل ممتاز جدا، ولكن مع الأسف لما تبدأ تستخدم الكركم وحده، سواء مثلا ترشه على الأطعمة أو تستخدمه في أي صورة ولكن وحده، بيمتص بشكل سيء جدا في الجسم، ومع الأسف بتكون تأثيراته على مستويات الدم قليلة جدا. وعلشان كده فلازم نستخدمه في الصورة اللي أنا هكلمكم عنها ولكن بعد شوية. حليب الكركم من أقوى المشروبات اللي بيحمل الجسم بتاعك بكميات هائلة وكبيرة من مضادات الأكسدة. طيب وعلشان نفهم الجزئية دي بشكل كويس، من أكتر المدمرات اللي بتصيب الخلايا وبتدمرها وبتتلفها تماما حاجة اسمها الجذور الحرة. والجذور الحرة لما بتبدأ تتلف الخلايا وتدمرها تماما، الحالة دي كلها اسمها حالة الإجهاد التأكسدي. طيب ايه فايدة مضادات الأكسدة اللي بقدر اخدها بشكل كويس من حليب الكركم؟ مضادات الأكسدة هي بتضاد وبتقاوم تأثير الجذور الحرة اللي بيحصل على الخلايا، وبالتالي بتمنع تماما تلف الخلايا. ده غير انه من الفوائد المهمة لحليب الكركم وهو تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. وخد بالك من نقطة مهمة جدا، الالتهاب هو المسؤول الرئيسي عن معظم الأمراض اللي بتصيب الجسم. وعلشان كده لما أقولك إن أنا هستخدم حاجة بتقلل الالتهاب، يعني أنا كده بقلل احتمالية الإصابة بالزهايمر أو بمرض السكر أو بأمراض الأوعية الدموية المختلفة. تعالوا بقى نتكلم عن الدماغ، ونقطة مهمة جدا، الأعصاب بشكل عام اللي موجودة سواء في الجسم بتاعك أو في الدماغ ليها عوامل بتساعدها على النمو والتطور والبقاء. من العوامل دي عوامل مهمة جدا اسمها عوامل التغذية العصبية أو البرين نيروتروفيك فاكتور. العامل أو المركب ده بيساعد المخ على تكوين اتصالات جديدة، وكمان بيعزز من نمو خلايا الدماغ. وعلشان كده لما العوامل دي نسبتها أو الكمية بتاعتها بتبدأ تقل، فبتزيد أمراض الدماغ، ومن أهمهم أمراض الزهايمر أو أمراض باركنسون أو الشلل الرعاش. علشان كده الكركمين اللي موجود في الحليب الذهبي بيساعد على زيادة عوامل التغذية العصبية، وبالتالي بيمنعك من اضطرابات الدماغ والأمراض اللي احنا ذكرناها من شوية. ده غير ان هو بيساعدك في الحفاظ على الذاكرة ومنع التراجع في وظائف الدماغ. علشان كده بتلاقي ان الذاكرة بتاعتك بقت احسن، حاجات كنت بتنساها بشكل مستمر بدأت تفتكرها، وبتلاقي ان حتى ردود الافعال بتاعتك بقت بشكل اسرع من الاول. كمان لو لاحظت انك الفترة الاخيرة لو كنت بتمر بحالة كده من التوتر والفوضى والقلق والارتباك وحالات كده اكتئاب، فإن كل ده بيقل بشكل ممتاز وبيحسن من الحالة المزاجية بتاعتك أضعف. من النقط المهمة جدا وهو إنه حليب الكركم بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بجانب الخصائص المضادة للأكسدة اللي ذكرتها من شوية. الخصائص دي بتدعم وتحسن من وظيفة بطانة الأوعية الدموية. طيب لما بطانة الأوعية الدموية بتبقى أقوى، ده معناه إن الكوليسترول السيء بيبدأ يقل والكوليسترول الجيد بيبدأ يرتفع، وحتى الدهون الثلاثية الضارة بتبدأ تنخفض. طيب الحاجات دي بتنعكس على صحة القلب، وكمان بتنعكس على مشكلة مقاومة الأنسولين وبتقلل منها بشكل ممتاز. مش بس مقاومة الأنسولين، لا دي بتخفض مستويات الهيموجلوبين A1C أو بمعنى مبسط الهيموجلوبين السكري. طيب إيه هو الهيموجلوبين السكري؟ هو كمية السكر المرتبطة بالهيموجلوبين في الدم واللي بتتحول لدهون في الجسم. فبالتالي كل ما
لما تقل مستويات الهيموجلوبين السكري او الضاره فده بينعكس على صحه الجسم وبيحميني من مرض خطير وهو تلف الاعصاب اللي بيبقى متعلق ومرتبط بمرض السكري. حليب الكركم كمان ليه خصائص ممتازه مضاده للبكتيريا والفيروسات وكمان الفطريات. الخصائص دي بتساعد على تنشيط جهاز المناعه اللي عندك وبتعزز من قوه ووظيفه الجهاز المناعي، وبالتالي بتلاقي جسمك بقى اقوى بشكل كبير وبيصد العديد جدا من الامراض المختلفه. نيجي لنقطه مهمه جدا، لو كنت بتشعر بألم او انتفاخ او كركبه مستمره في المعده بتاعتك ودي بتكون ناتجه لعمليه سوء الهضم او الارتجاع الحمضي، يعني الحمض بدل ما بيكون في المعده بيرجع تاني وبيطلع لفوق وده بيسبب لك الام شديده جدا. او لو كنت بتعاني من حالات التهابيه في منطقه الامعاء زي مثلا التهاب القولون التقرحي، فانه لما بتبدا تستخدم حليب الكركم بيحسن بشكل كبير جدا من عمليه الهضم وبيمنعك من كل الاعراض اللي ذكرناها. ده غير ان هو بيعالج الحالات الالتهابيه اللي بتحصل في منطقه الامعاء. الكركم كمان بيحسن عمليه هضم الدهون عن طريق ان هو بيزود نسبه الصفرة في الجسم وبيرفعها ل 62%. الفايده اللي هختم بيها الفوائد قبل ما نروح للجزئيه بتاعت ازاي هنعمل المشروب، ان حليب الكركم بيعزز من الكالسيوم وفيتامين دي في الجسم وده بيساعد على تقويه العظام. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، لو كان النظام الغذائي بتاعك سيء ومش بتحصل على كفايتك من الكالسيوم وفي نفس الوقت الجسم محتاج للكالسيوم، فاللي بيحصل ان الجسم بيروح ياخد الكالسيوم من العظام بتاعتك وده بيزود بشكل كبير جدا من المخاطر اللي ممكن تحصل للعظام، سواء هشاشة العظام او ضعف العظام او سرعة تكسر العظام. فكده احنا لما بنستخدم المشروب ده بنزود بشكل ممتاز من نسبة الكالسيوم وبالتالي ده هينعكس على قوة العظام بتاعتك وهنمنع مشكلة اضعاف العظام. طيب نيجي نتكلم عن الاستخدام. سبق وقلت لك ان الكركم لو اخدناه وحده فانه مع الاسف بيمتص بشكل سيء جدا او مش بيمتص من الاساس. طيب ايه الحاجة اللي بتخلي الكركم يزيد امتصاصه في الجسم؟ ان الكركم قابل للامتصاص في الدهون، فانت لو اخدته مع الدهون بيزيد امتصاصه بشكل سريع جدا في جسمك. طيب وبما ان احنا هنستخدمه مع الحليب فانا مش عايزه حليب عادي، يفضل نوعين من انواع الحليب، يا اما حليب جوز الهند او حليب اللوز. هنجيب كوب من الحليب وهنضيف ليه من نص الى ملعقه صغيره من الكركم، يعني لو انت عايز تحط نص ملعقه صغيره تمام، ممكن لما تبدا تاخد عليه تزوده لملعقه صغيره من الكركم وهتقلبه كويس جدا وهتشربه قبل النوم بنص ساعه. نصيحتي ليك بقى ان اللبن اللي هتستخدمه يكون سخن، يعني لازم تسخن اللبن قبل ما تعمل الوصفه بتاعتنا، لاننا لما بنسخن اللبن ده بنحصل على امتصاص للكركم اكتر 12 ضعف من انك لو شربته بارد، وهتقدر تشربه عادي بشكل طبيعي كل يوم زي ما قلنا قبل النوم بنص ساعه. هتلاقي ان مشكله الارق انتهت بشكل ممتاز عندك، النوم بقى بشكل ممتاز، بتدخل في النوم بشكل اسرع، جوده النوم بتكون احسن وفتره النوم نفسها بتكون اطول واعمق. ده غير الفوائد الممتازه اللي اتكلمنا عنها في حلقه النهارده. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم حلقه مفيده. لو عجبتكم الحلقه واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهايه بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.